تشكيلة نادي الهلال في الموسم القادم. مدرب الهلال في الموسم القادم قد يكون أليجري. صراحة بالنسبة لي أشوف المدرب هذا مرة ما ينفع للهلال، لأنه أسلوب لعبه دفاعي، أسلوب لعبه زي أسلوب لعب نيفيز. في مركز حراسة المرمى يستمر المعيوف راعي المعروف، وفي الظهير الأيمن سعود عبد الحميد، وفي الظهير الأيسر ياسر الشهراني. مع أنه مستواه مش ولا بد، مستواه يعتبر يكون سيء، لكن ما عندك خيارات ثانية. في الدفاع كوليبالي والبلاهي. معنا علي شوية ملاحظات على كوليبالي بس بعدين إن شاء الله. في خط الوسط راح ألعب روبن نيفيز ومصعب، وأمامهم كاريو. أحس مصعب وروبن نيفيز راح ينسجمون انسجام مش طبيعي، وكاريو راح ينفجر في الصانع. أما في خط الهجوم، في الجناح الأيمن محمد صلاح، وفي الجناح الأيسر سالم الدوسري، وفي المهاجم شوشع. فرحتي فيني خوف عيوني تخداني، احنا مع بعض. لا طفل اغاني طفل اغاني طفل اغاني طفل اغاني. ليلين حتى على شوشع اطفي الاغاني. خلاص طفيت الاغاني، طفينا الاغاني وبنجيب لكم لوكاكو بداله. خلاص دحين ماني قايل احنا مع بعض معقول، ما يحتاج. خليني اتكلم عن لوكاكو. الدبابة نوعا ما رجع مستواه مع الانتر وقدم مستوى حلو هذا الموسم، فتصير التشكيلة زي كذا. على المعيوف في حراسة المرمى، وعلى اليمين سعود عبد الحميد، وفي اليسار ياسر الشهراني، وفي قلوب الدفاع كوليبالي والبلاهي. في خط الوسط مصعب الشوير وروبن نيفيز، وأمامهم كاريو. خط الهجوم على اليمين محمد صلاح، وعلى اليسار سالم الدوسري، وفي المهاجم الصريح لوكاكو. تشكيلة قوية، لكن بعض العناصر ما هي مناسبة لأسلوب لعب الهلال، وأكبر مثال المدرب الإيطالي أليجري، بس تبقى التشكيلة قوية.